ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد، روتين جامد كده من الاخر. عايزه اقول لكم كنت بشد في شعري. ده حال الامهات كل يوم او الروتين يوميا. النهارده المفروض ان هم كلهم البيت كله كان صايم، بس انا ما صمتش النهارده لظروف ما. تمام. بس ان شاء الله هحاول يعني الايام الجايه اصوم، حتى لو هصوم اتنين وخميس. فان شاء الله هنصوم مع بعض الايام الجايه ديت، وكل سنه وانتم طيبين. المفروض بقى زي ما قلت لكم ان كل اللي في البيت عندي صايمين. طب انا ما صمتش ليه؟ عشان انا قمت بقوم الساعه 6. ليه علاج كده معين لازم اخده الساعه 6. تمام. فانا قمت وخدت العلاج ونمت. تمام كده يبقى الفجر اذن، فمش هينفع ان انا اكمل صوم. فالمهم رحت جبت الفطار كده وهفطر لوحدي بقى. تمام. جبنه هنا حادقه، مع اني انا ممنوعه من الجبنه الحادقه اصلا، مش بعرف اكل حاجه غير بحاجه مخلله. تمام. وجبت حبه الجرجير اهمت والطعميه والعيش. الف حمد والف شكر يا رب. هعمل سندوتش كده واشرب كوبايه شاي وخلاص. نقوم بقى نشوف ايه اللي ورانا النهارده. فطرت بقى وعملت كوبايه شاي حلوه كده، وبعد كده قلت يلا بقى نقوم نشوف ايه اللي ورانا النهارده. انا بقول لنفسي يعني بعتذر ليا ولكل عندها ولاد. احنا ان شاء الله ان شاء الله داخلين الجنه بسبب اللي احنا بنعمله. عايزه اقول لكم انا طول ما انا ماشيه انا بلم في ايه؟ بلم في كراريس وفي كشاكيل وفي كتبات وفي اقلام وفي مساطر والات حاسبه وبراجل ايه تاني يا رب، وشنط، وكل حاجات المدارس بلا استثناء انا بمشي الم فيهم كده وبكعبل فيهم. طول ما انا ماشيه تلاقيني بلم في حاجات مدرسه ايام الدراسه. عايزه اقول لكم ان انا اخر يوم دراسه ده من كل سنه انا بقول باخد نفس عميق وبقول هف، واروح بقى لما كل حاجه تخص الدراسه وبروح عينيها. مش عايزه اشوف شنط، مش عايزه اشوف كراريس، مش عايزه اشوف كشاكيل، مش عايزه اشوف كتبات، مش عايزه اشوف اقلام، مش عايزه اشوف مساطر، مش عايزه اشوف مقالم، مش عايزه اشوف آلات حاسبه. كل الحاجات دي يا جماعه انا مش عايزه اشوفها. تمام. فانا في الوقت ده كده طول ما انا ماشيه إيه اللي بيبقى مبوظ الدنيا عندي هي الحاجات بتاعت العيال اللي هي بتاعت المدرسه دي. طول ما انا ماشيه الم فيها، طول ما انا ماشيه اتكعبل فيها، طول ما انا ماشيه الاقيها قدامي اهو زي ما انتم شايفين اهو. إيه، يعني عايزه اقول لكم ان انا بقعد اصوت واقول لهم يا ولاد الشنط حطوها مكانها، الكراريس والكتبات حطوها مكانها، كل حاجه وليها مكان حطوها فيه. بس مين اللي ولا حياه لمن تنادي. بصوا بقى، عايزه اقول لكم ان التابلت ده لو انت عندك ابن صغير او عيال صغيره حلو جدا ان هو يعلمهم كده زي ما انتم شايفين كده. بصوا عايزه اقول لكم ان هو كده بتكتبي باي قلم. هو ليه بيجي معاه قلم، بس القلم ده بصراحه انا العيال ضيعوه مش عارفه هو يعني راح فين. فاي قلم كده بيكتب عادي، مش شرط القلم بتاعه. تمام. عايزه اقول لكم في زرار من ورا كده بيتفتح وبيتقفل. لو انت عايز تكتبي حاجه وتمسحيها بتروحي متكيه على الزرار اللي هو بره ده. تمام. وفي زرار ورا بيتقفل لو انت مثلا عايزه تكتبي حاجه ومش عايزه تمسحيها بتروحي عاملاه متكيه عليه ما بتتمسحش. يا رب تكونوا فهمتوا قصدي. يا حلو بصراحه، يعني هو كان جاي لابن هديه، يعني انا ما كنتش شاريه له، هو كان جاي له هديه. يعني هو ابني طول الوقت قاعد على التليفون وماسك التليفون وبيلعب وكده. فالمهم حد جاب له هديه يعني التابلت ده عشان ايه يتلهي بعيد عن التليفون وكده. بس ولا حياه لمن تنادي. هو برضو شبطان في التليفون. ربنا يهديه يا رب يا رب يا رب وينسى. او موضوع التليفون ده بحاول ان انا ابعده عنه يعني شويه بشويه. تمام. اهو زي ما انا قلت لكم اهو. اهو بصوا اهو كتب وكر يلا. انا تعبت انا تعبت انا تعبت انا يعني بالنيابه عني وعن كل الامهات. احنا بنتاسف لاي حد. ليه؟ عشان احنا تعبنا بجد. يعني عايزه اقول لكم ان انا عارفه ان الموضوع ده مش عندي انا بس، لا عندي الدنيا بحالها وعندي الناس بحالها. انا عارفه بس انا تعبت. انا كل يوم في الموال ده، كل شويه في الموال ده. يلا ربنا يقوينا يا رب ويدينا الصحه يعني نعتبر ان احنا اللي بنعمله ده كده شفيع لينا ان شاء الله باذن الله. عايزه اقول لكم بقى طبعا ايه، روقت كده وخلصت وخليت الدنيا فل شمعة منورة زي ما انتم شايفين كده اهوت. وبدأت كده ان انا هكنس بقى كده خلاص. عايزه اقول لكم اول ما بوصل للمرحلة دي بحس ان انا كده في جبل واتشال من عليا.
خلاص بقى ان هو بقى ايه ده الدنيا اتروقت. طب الحمد لله هكنس بقى. عايزه اقول لكم ان انا من يومين كنت شايله بقى السجاد ده ومطلعاه في الشمس ومسحه ومظبطه الدنيا. بس بصراحه انا مصورتش عشان خاطر كنت متاخره وكده، وطبعا التصوير بياخد مني وقت، مش مني، من اي حد بيصور وقت وكده. فبصراحه كسلت ان اصور، عشان لو كنت صورت كنت هتأخر قوي في العمال وكده، وان انا اخلص. قلت ايه، لا مش مشكله دلوقتي، مره تانية باذن الله. شلت بقى هنا كده البطانيه دي، انا بفرشها على السجاده كده عشان خاطر تحافظ على السجاده ما توسخش بسرعه. حتى يعني مثلا لو كوبايه ميه وقعت الحقها بالبطانيه، حبه مثلا طبيخ وقعوا مثلا، يبقى سهل ان انا اغسل البطانيه. العيال مثلا كانوا بياكلوا حاجه، سهل ان انا ايه اشيلها وانفضها او اشيلها واغسلها عن السجاده وكده. تمام. وفوق البطانيه دي كمان باجي مثلا وقت الاكل ولا كده بيبقى فيه كده دفايه، ببقى ممكن تكون شفتها معايا قبل كده، بفرشها ساعه الاكل، بروح فرشاها واروح حاطه طبليه ونقعد ناكل. وبعد ما ناكل بروح ايه شايلاها منفضاها، تبقى ايه نضيفه، مخليه الحاجه برضو اللي تحتها ايه نضيفه وكده. تمام. يعني عايزه اقول لكم اللي معاها اطفال بتحاول تعمل كل حاجه في الدنيا عشان خاطر تحاول تستريح، وبرضه مفيش فايده ولا حياه لمن تنادي. مهما نعمل هم العيال زي ما يكونوا بيربونا بيعاقبونا، انا مش عارفه، ربنا يهديهم يا رب ويخليهم لينا يا رب. بس اهم حاجه كده دايما يعني ربنا يهديهم يا رب، يا رب ربنا يهديهم. تمام. خلصت كده بقى وبدات ان انا ايه في المدخل، كرست بقى المدخل كده، ونزلت نزلت ايه بالشارع وكده، يعني ايه على السلم بتاعتي وكده. كنت عايزه اكنس معاكم الشارع، بس مش فاكره يا رب ايه اللي حصل، فما كنستش الشارع. كنت عايزه اكون الشارع يعني وكده، فما كنستوش. المهم لو وصلت معايا لحد هنا اتمنى تحطي لي بقى لايك وتكتبي لي كومنت حلو، ولو مش مشتركين في القناه اتمنى تشتركوا في القناه ودوسوا على زرار الجرس. تمام. بصوا بقى هنا رجعت فرشت البطانيه تاني. عايزه اقول لكم ان هي في الحقيقه لونها احلى من كده، بس مش عارفه جايه في التصوير لونها عامل كده. بصوا بقى اللون الجميل بتاعها ده، هو ده بقى اللون الحقيقي اللي ايه اما بتيجي في الكاميرا، اما بتيجي مثلا تدق على الكاميرا وكده فبيظهر لونها الحقيقي. خلاص خلصنا بره، نخش بقى للمعركه بتاعه المطبخ. عايزه اقول لكم المطبخ كان منظره لا يسر عدو ولا حبيب. يعني المطبخ من الحاجه اللي هو لو سهينا عنها كده لحظه تبصوا تلاقوها تتكاثر لوحدها، مواعين تتكاثر، الدنيا بتبهدلها، كل اللي معاه حاجه بيحطها ويجري، مش عارفه كأنه بيخش المطبخ بيحطها ويجري يحطها ويجري لحد ما المطبخ يبقى منظره عامل كده. المهم اول حاجه كان عندي مواعين رحت رصاها، ورحت غاسله الصفايه بتاعت المواعين كده اهيت. لو سبتها مره على مره على مره على مره تعمل ريم وتعمل حاجه تحتها سودا كده ومش هتطلع. لكن ايه لو مره واحده حتى في الاسبوع هتبقى نظيفه زي ما انتوا شفتوها كده. تمام. بعد كده بقى بدات ان انا اغسل في المواعين. في الوقت ده كده ما كانش عندي ميه سخنه، السخان كانت الانبوبه فاضيه وما كانش فيه ميه سخنه، فكنت بغسل بميه ساقعه. عايزه اقول لكم بس يعني ايه احنا لو بدانا نخوف نفسنا كده اقول لا انا مش هغسل عشان الميه ساقعه، لا ده الميه مش لا عايزه اقول لكم انت ما تفكريش في الميه والله العظيم. انا بحب غسيل المواعين، انا من الناس اللي بتحب غسيل المواعين وبحب شغل البيت جدا 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 جدا. بس امتى ببقى متضرره وانا بعمله؟ لو مثلا المواعين اتكومت والمطبخ بقى بالمنظر ده، احس كده ان انا بعمل الحاجه وانا متضرره. بس ساعه ما بخلصها بحس كده بارتياح نفسي كده، واحس ان انا مرتاحه نفسيا. اه والله العظيم احنا كلنا كده على فكرة، احنا كل الستات او الحريم كده. لكن لو غسلت المواعين اول باول او روقت اول باول، او لو يعني ما خليتش الحاجه تتراكم عليا وبعملها اول باول، تلاقي الحياه سهله وايزي وجميله وكل حاجه. لكن يعني كلنا بلا استثناء بيجي علينا وقت بنبقى مش قادرين، مش عايزين نعمل الحاجة ديت، نفسنا مسدودة، بنبقى اللي هو مش عارفة بيبقى من كتر الضغوطات والتراكمات اللي بتحصل من البيت ومن العيال ومن مشاكل العيال، بتحس ان الواحد كده اتقفل قفلة بنت لذينة. يلا ربنا معانا ويقوينا، وزي ما قلت لكم في اول فيديو يجعله ان شاء الله ان شاء الله يا رب في ميزان حسناتنا، وهم اللي يدخلونا الجنة بسبب اللي احنا بنعمله معاهم ده. وان شاء الله كده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كلنا هنخش الجنة.
المهم بقى أنا دلوقتي عملت إيه، عمّالة أرغي، أرغي، أرغي وما قُلتلكوش أنا عملت إيه. طبعًا أنتم شُفتوا في الفيديو أهوّة إن أنا أول حاجة بابدأ بيها حاجات العِدّة والكوبايات والحاجات دي كلّها، وبعد كده باحب بقى إن أنا قبل ما أعمل كده أرُص كل المواعين الرفيّعة عندي زي مثلًا إيه، الأطباق والمعالق والحاجات الصغيّرة خالص، أحطها في الحوض كده وأنا باغسل تمام. مع الكوبايات وكده يعني، أحب أشطف عليهم ليه، بحيث إن أنا أول ما أخلّص غسيل يكون ال المَيّة اللي أنا غسلت بيها دي، ويا سلام بقى لو مَيّة سخنة، تكون بوّشت أي حاجة عندي في المواعين تمام. كده خلاص بقى أنا خلّصت والمطبخ عندي بقى بالمنظر الجميل ده، وحتى كمان غسلت البوتاجاز وغسلت الرخامة ونشّفتهم حلو جدًا، جدًا. إن شاء الله عايزة أغيّر الsticker بتاع الرخامة ده على رمضان كده بقى بإذن الله، والحوض بتاعي خلّيته زي الفل و100 فل و14 زي ما أنتم شفتوه كده. واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. لو مش مشتركين في القناة أتمنى تشتركوا في القناة وتدوسوا على زر الجرس وتحطوا لي لايك وتكتبوا لي كومنت، واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.